بيقول لك الفلوس الفضة والجنيهات الورق مش هيبقى ليها عازة. ازاي يا جدع؟ هقول لك انا ازاي. بيقول لك الجنيهات الورق هتتلغي والجنيهات الفضة هتتلغي. هيبقى عايز فكة 50، هتيجي ال50 جنيه تجيبها كده تمام. هتقول له يا باشمهندس عايز افك ال50 جنيه دي، هيقول لك ماشي، هيديها لك خمسات. مفيش جنيهات ورق، مفيش جنيهات فضة، تمام. ال100 جنيه دي، تمام، ال100 جنيه دي هيبقى مقامها زي مقام ال50. هيبقى مقامها زي مقام ال50. ليه ازاي مقامها زي مقام ال50؟ هقول لك ازاي. دلوقتي لما يكون مفيش جنيهات ورق ومفيش جنيهات فضة، طبعا هتيجي تفك ال100 جنيه دي هيفكها لك خمسات. يعني خمسة 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 خمسة. ليه؟ عشان خاطر مفيش جنيهات ورق ومفيش جنيهات فضة. يبقى أصبح الدنيا غليت، تمام. وكيلو السكر وصل ل50 وب45، ازازة الزيت ب60 وب65. يعني حتى تذكرة المترو، التذكرة بتاعت المترو وصلت ل10 و15 جنيه. يعني دي بتبقى برضك ايه في دنيا الغلو، فاهمني؟ وبعد كده هيبقى مفيش فكة. يعني المترو لما تعوز تركب مترو هيقول لك 3 خمسات. 3 خمسات يعني ايه؟ 15 جنيه على طول، مفيش جنيهات ورا. 15 جنيه تدفعهم. معكش 15 جنيه هيقول لك هات 10 جنيه. معكش 10 جنيه يقول لك مفيش حاجه اسمها ب7 ب8، مفيش، كله بالفضه مفيش. دلوقتي هتبقى اصبح اللي الدنيا ماشيه بخمسات وبعشرات. مفيش حاجه اسمها بجنيهات دي. الجنيهات دي اتمنعت. انا كنت بروح المحل بقال بقول له هات سيجارتين كليوباترا، قال لي السيجاره ب2 جنيه ونص. ليه السيجاره ب2 جنيه ونص؟ انا كنت بجيب السيجاره ب2 جنيه وجنيه ونص. دلوقتي السيجاره وصلت ب2 جنيه ونص. اصبح السيجاره لما تبقى ب2 جنيه ونص هيبقى العلبه بكام؟ العلبه ب50 جنيه. ليه بعلبه ب50 جنيه؟ ليه؟ علبه السجاير كليوباترا ب50 جنيه والبوكس ب55. ليه؟ حرام والله حرام، ده افترا. ده اللي انا كنت طالع اتكلم فيه على الكاميرا. سلام.